بذمتك عملت كام انترفيو واترفضت؟ في كام شركة مصرية وأجنبية وانترناشونال؟ اتقال لك كام مرة ان انت عندك مشاكل في البي والبي والتي اتشز، وان الفلونسي عندك ضايعة، وان انت عندك فيك اكسنت؟ سمعت كام مرة من الانترفيور ومن الاتش ار ومن الشخص اللي كان قاعد معاك اما تاخد كورس انجلش وتحسن اللغة بتاعتك ابقى تعالى لنا تاني؟ حاول بعد 3 شهور. خرجت كام مرة وخرجت كام مرة من الانترفيو معيطة؟ ولحد النهارده مصر تقعد تستنى لما يجي لك فرصه ذهبيه تهبط عليك من السماء وتخليك تشتغل بمرتب ما تحلمش بيه، قاعد في البيت بتقلب في فيديوهات الفيسبوك وفيديوهات التيك توك، وكل ما تشوف كورس انجلش تقول له تفاصيل 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 تفاصيل، وفي الاخر ما بتحجزش. قول لي انت مستني ايه يحصل في الدنيا او في مستقبلك او حواليك عشان تبدا تاخد الخطوه اللي هتغير من حياتك وتخليك لاول مره تحس ان انت بتعمل حاجه فعلا ليها قيمه، تعرف تشتغل وتقبض كويس، ما تاخدش حاجه من حد وما تحتاجش البني ادم. لو انت فعلا ماسك في الفرصه وبتدور على الفرصه اللي هتخليك تعرف تتكلم انجليش كويس ومش عايز تضيع ولا يوم تاني زي ما ضيعت كل السنين اللي فاتت، سيب لي كومنت وقول لي المشكله اللي انت بتواجهها بالظبط، وانا هرد عليك بالتفاصيل المناسبه ليك ونبدا في اسرع وقت. انا في انتظارك.